السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. وحشتوني 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 حقيقي بجد وحشتوني. بقالي تقريبا دخلت على 10 أيام اهو، ما طلعتش ولا وقفت قدام الكاميرا. والله الفيديو ده تقريبا كان متصور بقاله من امتى، من يوم الاربعاء. فسبحان الله بقى، عبال ما ان الاوان النهارده ومنتجناه، وربنا يكرم ان شاء الله ويجي لكم دلوقتي. مساء الورد عليكم ومساء الفل، واحلى مسا على عيونكم لاحلى متابعين واحلى اخوات واحلى مشاهدين. يوصل لكم الفيديو ده دلوقتي يعني، يا رب كده وانتم بصحة جيدة ومبسوطين الحال وميسورين، وربنا يا رب يطمنكم على حالكم وعلى صحتكم. قولوا امين امين يا رب العالمين. انا قلت النهاردة كده اعمل 2 كيلو قرص و2 كيلو كماج. تمام، انا جايبة الدقيق ده سايبه اهو. ليه كده؟ جايبة الدقيق سايبه اهو. انا قلت ايه، اقعد اعمل بقى ايه الكماج والقرص كده وانا قاعدة. جبت الطبلية بتاعتنا وجبت الدقيق جنبي وحاجتي، السمنة بقى والزيت والسكر والملح والخميرة واللبن، كل حاجة جبتها وقعدت اهو. كل حاجة جبتها وجهزتها وقعدت. طبعا بقى ايه، اقعد انخل الدقيق كده برضو. هو الدقيق ما شاء الله تبارك الله نضيف وجميل، بس برضو من الحلال برضو ومن الصح ومن النظافة ان احنا فعلا لازم ننخل الدقيق. تمام كده. على فكرة ده دقيق قمح او القطفة ما شاء الله. وجايبة عندي دقيق فينو برضو اللي هو المعبأ او اللي هو المتغلف دوت. تمام. اشربوا نسكافيه الاول معايا. طيب انا قلت ادخل انخل الدقيق الاول، وبعدين ايه اشوف انا هحتاج منه قد ايه. لان الكماج انا بحب احط منه دقيق بلدي على دقيق فينو، مش بحب كله فينو يعني. تمام. انما القرص بقى بتتعمل كده كده بدقيق فينو، مش بتتعمل بدقيق قمح اللي هو البلدي يعني. عاوزه انام. كل ما اجي اصور بالليل او اسجل بالليل اقعد طبعا عاوزه انام. طبعا انتي اهو. اما انا كنت طالعه معاك. وانتي لسه هتيجي دلوقتي يا ايمان. دي ايمان وسميه. دي ايمان، دي سميه جارتي قاعده جنبي على السرير دلوقتي وانا بسجل الفيديو معاكم. وايمان برضو، وايمان ميمونه لسه هتيجي برضو دلوقتي تشوفوها. برضو دول جيراني وولادي وحبايبي وكل حاجه يعني، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ اولادكم واولادي واولاد المسلمين اجمعين يا رب، وولاد الناس كلها. طبعا هما كانوا قاعدين بقى مسليني، لان منى كانت في المدرسه وسميه وايمان ولوجي كانوا قاعدين معايا بقى بيسلوني، وكانوا بيساعدوني برضو يعني، يناولوني حاجه، يشيلوا ورايا حاجه كده يعني. طيب انا كده نخلت الدقيق بتاعي دلوقتي خلاص خلصته. تمام. الكيلو الدقيق تقريبا فيه 6 كوبايات او 6 ونص كده، حاجه زي كده يعني. 6 كوبايات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب انا جيت دلوقتي عملت ايه، ده كيس خميره، حطيت كيس الخميره اهو. حطيت كيس المبودر، كيس مبودر. ده كيس لبن بودر برضو، كيس لبن نيدو يعني، اي لبن جاف عموما يعني. تمام كده. تمام كده. طبعا انا معايا هنا الكماج، هعمل كماج بالبرتقال. الكماج هعمله بالبرتقال، اما القرص هعملها بالفانيليا بقى. اهي ايمان جت اهي، سميه جت اهي. كانتش باينه في الكاميرا. دي ريحه البرتقال يا جماعه، انا حاططها دي لان احنا عاوزين نعمل اللي كانوا طالبين الكماج ده، طالبينه بالبرتقال. ما شاء الله اللهم بارك، بتبقى ريحته جميله جدا جدا يعني. طبعا دلوقتي الكيلو الدقيق انا حطيت له 2 معلقة كبار سكر. معلقتين بتوع الاكل اللي هم الكبار يعني، 2 معلقة كبار سكر. تمام. حطيت الخميره والمبودر وريحه البرتقال. تمام كده. بعدين هاتي لي سكر. خلاص قلبتهم كويس اهو.
يعني اللي طالباهم بريحة البرتقال، بس مش عاوزة فيهم سمسم يعني، فمش هحط فيهم سمسم. طبعا دي نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت، يعني هي كوباية بالظبط سمنة على زيت. دي ايه؟ دي ال2 كيلو دقيق. تمام كده. الكيلو الكيلو انا تقريبا بحط له كوبايه، بس مش كوبايه كبيره يعني. الكيلو الدقيق بحط له كوبايه نص سمنه على نص زيت، بس مش كوبايه كبيره. طبعا دول كوبايه، دول 2 كيلو او كيلو ونص، والله ما انا فاكره هم قد ايه. هما تقريبا كيلو ونص على فكره يا جماعه، هما كيلو ونص دقيق. حطيت لهم كوبايه ونص سمنه على زيت، مش مليانه قوي يعني للكميه، لان احنا بنحب الكماج بتاعنا مخدوم شويتين ما شاء الله يعني، يكون حاجه شبعان يعني شبعان. ده لبن جاموسي، لبن حليب جاموسي، انا كنت غالياه وحاطه في التلاجة، بس دفيته لما جيت دلوقتي عشان اعجن وكده يعني، طلعته ودفيته. طلعت اللبن ده من التلاجة ودفيته. خلاص كده انا قلبت كل الخليط الجميل بتاعي ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وهلفه دلوقتي بقى، واقوم بقى ايه اشطر كده، واروح قايمه عجينه بقى، لان مش هقدر بقى اعجن وانا قاعده. فلازم بقى انا اقوم احط كل طاقتي في شويه العجين ده، لان الكماج او العجين بالذات اسمه عجين، يعني عاوز عجين. يعني كل ما تشبعي العجين بتاعك عجين ما شاء الله ما شاء الله تاخدي حاجه كويسه، يعني تاخدي عجينه كويسه. طبعا دلوقتي زي ما قلت لكم خلاص انا ما شاء الله تبارك الله عجنت الكماج بتاعي حاجه اللهم بارك زي العسل اهي ما شاء الله كده. غطيت عليه بقى، جبت الفوطه بتاعتي وغطيت عليه، واسيبه بقى مع نفسه، احطه على جنب. اجيب بقى الحله التانية واسمي بسم الله الرحمن الرحيم كده، واكمل بقى ايه الدقيق التاني علشان اعمل القرص. طبعا زي ما قلت لكم احنا كده عجننا الكماج، بس يا لوجي زعلش يا ميمون. طبعا احنا كده عجننا الكماج. دلوقتي بقى ان شاء الله كده ايه، تعالي اقعدي يا امانه، يا سوما ما تقفيش، اقعدي. لا يا حبيبتي. طبعا دلوقتي كده جبت الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله برضو، وهعمل تقريبا كيلو ونص قرص برضو، يعني هعمل كيلو ونص دقيق. تمام كده. ايوه شاطر. طبعا انا كنت مجهزه برضو عندي اللبن مدفياه، وكنت عامله بقى ايه، ما كانش عندي خميره فوريه، عملته بخميره بيره. كنت رايحه ايه مجهزاه، حاطه صباع خميره، حاطه عليه معلقتين سكر كده، وعامله لهم اختبار وسبتها لغايه لما ما شاء الله حسيت ان هي كويسه، يعني كويسه في الخميره، يعني خميرتها كويسه. تمام. لا اله الا الله. كسر. الحمد لله. شاطره يا ما انت نمت ولا ايه؟ بعد ما نخلت الدقيق بقى، أنا طبعا مجهزه برضو عندي السمنه والزيت والحاجات كلها بتاعتي، واللبن والسكر، كل حاجه كل حاجه للعجين انا مجهزه. يلا يا بنا، يلا كده يا بنا يا جماعه، صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى سميه الله يصلح حالها بقى، تاخد بقى الحاجات ورايا كده، تروح تدخلها بقى المطبخ، عشان ايه نروق الدنيا حوالينا طول ما احنا شغالين، ما يبقاش حوالينا كراكيب ولا حاجه. طيب ده سمسم بقى، ده سمسم، يعني احنا هنحط قرص هنحط سمسم في القرص. انما الكماج اللي كانت عاوزاه ما كانتش عاوزه فيه سمسم ولا حاجه يعني، كانت عاوزه كماج بالبرتقال بس، كانتش عاوزه فيه السمسم. انما القرص بقى مش هنحط فيها برتقال خالص، هنحط فيها سمسم. تمام. وهنحط فيها سكر بس. هي دوشي قعدت تحتفظ في شعرنا. هنحط تقريبا 5 معالق سكر كده في القرص، 5 معالق سكر. وهنحط ايه تاني، ذرة ملح صغيرة. تمام كده. اوعى تروح في، اوعى تتوه مني. طيب وده كيس بيكنج باودر، هنحط كيس البيكنج باودر كده برضو. تمام. لا انا نسيت، كنت راح احط برتقال بس نسيت، هنحط فانيليا احسن، لان كده القرص بقى نعملها بفانيليا. احنا عملنا الكماج بالبرتقال، هنعمل القرص بالفانيليا. تمام كده. تمام كده.
3 كيسين فانيليا وكيس لبن بودرة زي ما انتم شايفين، لبن نيدو يعني. بس يا لوجي تمام معايا ولا رحتوا بيني في حتة؟ خليكم مركزين يا جماعة، خليكم مركزين، ما تروحوش في اي حتة عشان مش حاجة تفوتكم. طبعا احنا ما صورناش مع بعض بقالنا فترة وما شفتناش بقالنا فترة، فلازم بقى ايه تدوا للفيديو حق يا جماعة. ويا ريت اللي يشوف الفيديو ويعجبه يشيره بين اصحابه. يا ريت لو عندك اي استفسار او عندك اي تعليق تنوريني وتشرفيني بيه. ويا ريت برضو اللي اول مره يشوف قناتي يشترك في القناه، يشرفني باشتراكه في القناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصل مني كل جديد ان شاء الله. لوجي وصلت من المدرسه، واول ما دخلت عماله تقلي في الكوتشي بتاعها وترمولي يمين وشمال وبص، والدنيا جميله معاها خالص. ودي ايمان بقى، شايفين ايمان؟ خلاص كده ما شاء الله تبارك الله، لفيت القرص وعجنتها وبقت حاجه زي العسل جميل. طيب دلوقتي هنشوف العجين بتاعنا خمر ولا ظروفه ايه. هنسمي بسم الرحمن، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طيب ده ايه يا جماعه احنا عملناه الاول؟ ده الكماج خمر ما شاء الله كده، بنحرصه دلوقتي. احنا بنحب الكماج نعمله صغير خالص بحيث ان الكماجه جايه لما تيجي تاكلي مش يتبقى منها حاجه وتترمى، يعني مش بحب حاجه تتبقى يعني وتترمى، لا تبقى الكماجه صغيره على قد ما هتاكلي، مش يتبقى منها حاجه، لان لو الحاجه اتبقت بتترمى فمحدش ياكل ورا حد تقريبا يعني. خلاص ما شاء الله العجينه خمرت بقت زي العسل. طبعا دلوقتي تخلي منك تجيب لي التلفون اتفرج على. طب بس اطلعي. ما عادش حد يتكلم. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله احنا كده خلاص عملنا العجين بتاعنا، قرصناه كله اهو. وهتشوفوا دلوقتي احنا هنخبزه هيبقى قد ايه وحجمه قد ايه ما شاء الله. بقى كده بصوا بقى الكماجه صغنونه على قد الاكل يا جماعه، لا يتبقى منها حاجه ولا كلام من ده. ايه احنا مش بنحب زي ما قلت لكم الكماجه الكبيره اللي تاكلي منها ونصها وترمي نصها او تسيبي نصها، زي ما قلت لكم محدش ياكل ورا حد. فاحنا نعمل الكماجه يا دوب كده على قد البق كده، حاجه جميله ما شاء الله صغنونه كده جميله كده. انما الكماجي الكبير ده احنا مش لينا فيه بصراحه يعني. شايفين ما شاء الله تبارك الله. دلوقتي بقى بسم الله ما شاء الله هتشوفوه حاجه زي العسل كده طالع من الفرن، حاجه اللهم بارك قلب كده وجميل وشكله يفتح النفس. وصراحه ما شاء الله تبارك الله كانت ريحته الله اكبر، ريحته كانت جميله جدا. شايفين ما شاء الله انا جبت بقى طبعا كده كان عندي مشمع، حطيته على الكرسي على الكنبه جنب مني كده، وعماله اروح بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي اقعدي، وعماله اللي اخبزه ارصه جنب مني. طبعا لوجي ما شاء الله قاعده جنب مني على السرير دلوقتي احنا بنسجل، وايمان وسميه. ايوه انت واحنا شايفينك يا اختي. وعمال بقى ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عاملين ايه، بيشكلوا مع بعض يعني. شايفين الكماجة احنا كده خلصنا ما شاء الله تبارك الله، حاجه زي العسل اهو. هنسيبه يرفع شويه واروح دلوقتي بقى اجيب الايه العجينه بتاعه القرص دي واكورها برضو كور كده وبعدين اخبزها. صلتوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لكم يا جماعه يا ريت الفيديو لو عجبكم تشيروه بين اصحابكم، ويا ريت يا ريت كلكم تقفوا جنبي. معلش يا حبيبتي، يا ريت كلكم يا جماعه كلكم تقفوا جنبي، القناه تكبر كده وتتشاف والفيديوهات تتشاف. وربنا يجعلنا كلنا كده دايما سند يا رب كده لبعض، اللهم امين. بس يا حبيبتي بنسجل يا حبيبتي. لا ده ولا لا. تمام شفتوا لوجي كده خلاص احنا خلصنا كورناه. ودلوقتي بقى ايه بخبز القرص اهو، بحطها في الصواني واسيبها ترتاح بقى براحتها كده عبال ما ايه ربنا يسهل علينا ونسوي الكماج ده براحتنا، يكون القرص بتاعتنا رفعت ان شاء الله. اروح بقى ايه داخله بيها كده مهديه الفرن واروح داخله بيها مسويه ان شاء الله. طول ما حاجتك بقى جاهزه كده، انا بحب احط الحاجه قدامي على الطبليه كده واجهز حاجتي بروقان، اعمل الحاجه بالراحه وبتأني لا انسى حاجه ولا حاجه تفوتني، وفي نفس الوقت لهبط نفسي، يعني مش بقدر اعمل حاجه وانا واقفه عشان ظهري بيوجعني.
مش بقدر اعمل حاجه وانا واقفه، فبتعب من الوقفه صراحه يعني. اما اقف وقت طويله عشان ظهري بيوجعني ما اقدرش ان انا اقاوم يعني. فاروح حتى الحاجه على الطبليه كده زي ما انتم شايفين، واقعد على الكرسي براحتي، واقعد اخبز بقى، اعجن واخبز براحتي كده، وزي ما انتم شايفين كده حاجه ما شاء الله بتبقى رافده كده وجميله. ضربت والله ضربت. حقك عليا يا ايمان. بصي يا ايمان، ربنا يهدي ولادي وولاد ولاد المسلمين اجمعين يا رب، ويهدي الناس كلها. لوجي بنتي مش رحمه نفسها ولا سايبه الناس في حالها. ايوه. خلصت ولا لسه؟ طبعا كده خلاص الحمد لله اهو. طبعا انا هسيب القرص بقى ترتاح براحتها، وهسيب يعني اخلص واسيب الكماك شويه برضو كده، الحين برضو ما يرفع برضو براحته كده، ياخد رفعه حلوه كده براحته. وبعدين اكون اسخن الفرن بقى، احميه اسخنه يعني، واروح داخله بقى مسويه الكماج، لان الكماج سواه غير سوى القرص. القرص بتاخد سوا على الهادي، على نار هاديه يعني، انما الكماج بياخد بيحب النار العاليه، مش بيحب النار الهاديه. شايف اللوجي؟ شفت القرص؟ بألف هنا يا جماعة للي يشوف، وألف هنا وشفا للي ياكل. ويا رب يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديك، اللهم امين. قولوا امين يا رب العالمين. طبعا دلوقتي بنسويها، متنسوش يا جماعة اللايك، يا ريت تحط اللايك، يا ريت تشرفيني باللايك الجميل بتاعك، وتبقي مشكورة قوي قوي لو شيرت الفيديو بين اصحابك، او حطيت اللايك بتاعك، او لمجرد اشتركت في القناة. بجد بجد فعلا تبقي مشكورة. وشكرا لاخواتي، ربنا يبارك لي فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. داخل مصر وخارج مصر وفي جميع انحاء العالم، كل من يتابع قناتي ربنا يجعله من السعداء، ربنا يجعلكم من السعداء، ربنا يجعلكم من السعداء، اللهم امين يا رب العالمين. ويا جماعة ما تنسوش فعلا ان انتوا تشجعوني، انا فعلا بستناكم تشجعوني، ويا ريت تدعموني بلايكاتكم بقى وبتعليقاتكم الجميلة، وجزاك الله عني كل خير، اللهم امين. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، ومع شغل جديد، واترككم في رعاية الله، ومع الف سلامة.